بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الأستاذ كنعان الكنعاني، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفئات السنية بنادي الشباب. أستاذ كنعان، أول شيء نسألكم في البداية عن وضع الفريق. يمكن في المرحلة الماضية يمكن عاش الفريق مرحلة هبوط في المستوى، نتائج ما كانت مرضية، تعرض ل4 خسائر. عودة الفريق في مباراة النصر يوم الجمعة أو السبت الماضي، أول شيء حدثنا عن أداء الفريق أو أداء مجمل كرة القدم، ما حصل له في الفترة الماضية والحالية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الفريق في مباراة النصر كان على مستوى عالي وأنهى النتيجة ب1-0، وهذه نتيجة أعتبرها عادلة جدا. نادي الشباب فعلا وفريق نادي الشباب كرة القدم صار له هزة في المباريات الماضية، وأنا أعتقد أن هذا الدروب يحصل في كل الفرق، والحمد لله الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي حاولوا بقدر الإمكان أنه يرجع الفريق لوضعه الطبيعي، والحمد لله لعبنا مع نادي النصر والحمد لله حققنا المباراة، حققنا 3 نقاط وكسبنا المباراة الحمد لله. وأنا أتصور أنه نتيجة عادية جدا أنه نادي الشباب يفوز على نادي النصر. أستاذ كنعان، الآن وقفة أعضاء الشرف في الفترة الماضية، وقوفهم مع النادي بشكل دائم، الإدارة وعملها الاستراتيجي اللي قدمته منذ بداية الموسم، العمل الذي قدم في الأسبوع الماضي والوقفة الجدية من قبل أعضاء الشرف، أنتم كأعضاء مجلس الإدارة ماذا لمستم من هذا الشيء؟ الحمد لله. أصلا نادي الشباب نادي أصيل ونادي وفي مع أبنائه ووفي مع رجالاته. أعضاء شرف النادي لهم وقفات كثيرة مع نادي الشباب، ونادي الشباب لا يمكن يستغني عنهم أبدا، خاصة بوجود الرمز وأبنائه والرؤساء النادي السابقين، والحمد لله الوضع أصبح طبيعي جدا بعد التفافهم حول النادي. أستاذ كنعان، لكم يمكن حق الرد. أنتم أزعجتكم اللقطة التي ظهرت في مباراة النصر من قبل رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر. أنتم لكم حق الرد في هذا اللقطة. هل أزعجتكم؟ الجمهور الشبابي منزعج من هذا التقليل. أنتم ما ردكم عن ما حصل في لقطة سمو الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر؟ أنا دائما وأبدا أكرر دائما بأنه النصراويين عندهم عقد كثيرة، ومن ضمن العقد هذه أنهم ينظرون للآخرين بدونية دائما. اللقطة اللي شفناها كلنا في التلفزيون هذه تدل على، أو إحنا ننظر لها بأنها أحلى لقطة وأسقط لقطة بتاريخ نادي النصر وتاريخ رؤساء نادي النصر. بصراحة شيء ما هو غريب على النصراويين التقليل من شأن الآخرين، ولكن أنا أحب أقول فيصل بن تركي بأنه مشجع شبابي بالنسبة لنادي الشباب أفضل من تاريخك الكامل في كرة القدم وفي نادي النصر. ثانيا، حكاية أنه الشباب جمهوره قليل، فعلا الشباب أنا أقول جمهوره ليس كثير، وواحد من جماهير نادي الشباب بنظرنا إحنا كشبابيين أفضل من تاريخ نادي النصر بالكامل. أستاذ كنعان، أعتقد أنك بحديثك قسوت على سمو الأمير فيصل بن تركي وعلى نادي النصر. أعتقد أن أنتم بحكم أنكم كجهة مسؤولة وجهة رسمية ما قدمتم مثلا، ما كان أجريتم لقاء اتصالات بينكم وبين شخصيات نصراوية أو بسمو الأمير فيصل، التحدث معه بعد اللقاء؟ هل كان يقصد فيها جمهور الشباب أم يقصد لقطة أخرى؟ والله أعتقد أنا بأنه كان يقصد جمهور الشباب، ولكن هو لم يعد الجمهور بالكامل، هو وصل إلى عد رقم 5 ولم يستطيع أن يطلق رقم 6، لأنه رقم 6 يذكره في نتائج قاسية بالنسبة له. ولكن أنا أحب أسأل، عندما فاز الشباب على شقيقه نادي النصر ب6-1، هل سمو الأمير كان يحمل شعار القادسية أو شعار نادي النصر؟
أستاذ كنعان، أعتقد أنتم كأعضاء مجلس الإدارة ما حاولتم أنكم تتصلون بجهة رسمية، سواء كان بالاتحاد السعودي أو حتى بلجنة الانضباط أو حجز المسابقات، أو وصل لكم إشعار أو قدمتم اعتراض رسمي؟ لا أبدا. الشباب لا يصل إلى هذه الدرجة أبدا. إحنا نثق بجماهيرنا ونثق ببطولاتنا. إحنا بطولاتنا أفضل وأنقى وأكثر من نادي النصر، وجمهورنا من الأفضل والأنقى. يكفي جمهورنا أنه لم يأتي يوم من الأيام ويقذف أحد لاعبين نادي الشباب، أو أنه يغلط على أحد لاعبين نادي الشباب، أو أنه لا سمح الله يعمل حركة غير لائقة لأحد الفرق. أستاذ كنعان، نخرج من هذا الموضوع في موضوع مهم جدا الجميع يمكن شاهدته وأنت قريب من الجمهور الشبابي. ما حصل الآن في السنتين الماضية من حكاية أن هناك من ينتمون لإدارة الأستاذ خالد البلطان أو إدارة الأمير خالد بن سعد، الصراعات اللي قاعدة تصير بين الجمهور والصراعات الإدارية. أنتم كأعضاء مجلس الإدارة وقربكم من الجمهور، رأيكم بمثل هذا التحزبات أو الأمور اللي قاعدة تصير في الفترة الماضية ولا حتى الفترة الحالية؟ والله نادي الشباب نادي كبير وعريق، والأخوة رؤساء نادي الشباب نحن على يقين بأنهم يعشقون ويحبون النادي كثيرا، وخدموا النادي سواء الأستاذ خالد البلطان أو سواء سمو الأمير خالد بن سعد. وأنا أعتقد أن الرئيسين قدموا خدمات جليلة للنادي، وأنا أتمنى منهم أن يكونوا قريبين للنادي كثيرا، وأن يحاولوا قدر الإمكان الوقوف مع الإدارة، لأن الإدارة هذه امتداد لإدارتهم. يعني إدارة خالد البلطان، عفوا خالد بن سعد، امتداد لإدارة خالد البلطان والعكس برضه. وأنا أتمنى من الأخوة في الجماهير الشبابية الوقوف مع النادي. الكيان هو يبقى والآخرين يتغيرون دائما. أستاذ كنعان، وقفة الأمير خالد بن سعد سمو الأمير خالد بن سلطان طول 40 سنة الماضية، ظهرت للأسف بعض الأصوات من قللت من سمو الأمير خالد ودعمها الكبير والقوي جدا لجميع رؤساء نادي الشباب على مر التاريخ. ردك على هذا المقولة ورأيكم في التفافة سمو الأمير فهد بن خالد الابن في هذه الفترة الحرجة والمهمة جدا؟ نحن بصراحة عاجزين عن شكر صاحب السمو الملك الأمير خالد بن سلطان على دعمه طول السنوات الماضية. وأنا بصراحة أستغرب من بعض الأبواق اللي حاولت أن تقلل من هذا الدعم. كرم الأمير لا يمكن أن ينسى أبدا. وأنا أقول لو خرج حاتم الطائي وقابل الأمير خالد بن سلطان ورأى بعينه مدى كرم الأمير لنا لانحنى إجلالا واحتراما وتقديرا للأمير خالد. برأيكم الفترة القادمة مع الدعم القوي جدا الآن من سمو الأمير فهد بن خالد، نقول الشباب إن شاء الله بدأ يتعافى ماليا في الفترة القادمة؟ بهذه المناسبة حتى أنا أشكر الأمير فهد بن خالد كثيرا على دعمه ومساندته ووقوفه مع جميع القطاعات ومع الفريق الأول ومع الألعاب المختلفة. رجل بحجم الأمير فهد لا يمكن أن ننسى دعمه ووقوفه معنا ورفع معنويات اللعيبة، سواء بالقطاعات السنية أو سواء بالفريق الأول أو بالألعاب المختلفة. إحنا ندعي له إن شاء الله بالتوفيق وندعي له بالصحة والعافية، وإن شاء الله أمور النادي تسير من الأفضل للأفضل كل يوم. أترك المساحة أستاذ كنعان في الحديث. يمكن تفضلت وظهرت يمكن الظهور بعد فترة طويلة، يمكن ما سمعنا صوتك عبر إذاعة يوفم. أترك المساحة في الحديث عن ماذا تريد في آخر كلمة. أنا أحب أني أشكر الجماهير الحبيبة الغالية جمهور نادي الشباب، وأحب أني أقول لهم الشباب يظل هو الأول والأفضل والأنقى والأحسن بين الأندية. يجب علينا الالتفاف كثيرا خلف النادي والوقوف مع اللعيبة والوقوف مع الإدارة والوقوف مع بعض لكي يعود الشباب أفضل وأفضل. وأنا على يقين تام بأن الشباب سوف يعود بالسنين القادمة إن شاء الله أفضل من الماضية. شكرا أستاذ كنعان. شكرا.